بيحكي عن اتنين صحاب زي الاخوات واكتر بيقوموا بعمليات اجرامية كتير مع ناس تقيلة جدا في البلد. بس في عملية مهمة جدا بتفلت منهم وبيحصل حاجات ما كانوش متوقعينها. فيلم شقه فيلم اكشن كوميدي من بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح وامينة خليل ودينا الشربيني، ومن اخراج كريم السبكي اللي اخرج 3 افلام قبل كده، فيلم من ظهر راجل وفيلم الديزل وفيلم قلب الاسد، والفيلم الاخير ليه والرابع هو فيلم شقه. نبتدي مع مميزات الفيلم. اول ميزه واللي بصراحه عجبتني جدا واللي مش متعودين عليها في الافلام والمسلسلات المصريه، وهي الجرأة في المشاهد الدمويه. وانا كشخص بيحب الجرأة عامه في المشاهد الدمويه في الافلام الاجنبي، فالحته دي بالذات عجبتني جدا في فيلم شقه. تاني حاجه في المميزات هي مشاهد الاكشن. يا جماعه مشاهد الاكشن هنا كويسه جدا، مش هقدر اقول ان هي اسطوريه او جميله زي مثلا فيلم او مسلسل الحشاشين او زي الاعمال الاجنبيه، بس كويسه مقارنه بالاعمال التانية في السينما المصريه. تالت ميزه وهي الكوميديا كانت فعاله معايا جدا في كتير من المشاهد. نخش بقى على عيوب الفيلم. بالمناسبه الجزئيه اللي جايه دي هتبقى حرق، فيا ريت تقدم الفيديو لو انت لسه ما شفتش الفيلم، تقدم الفيديو لحد ما علامه الاليرت اللي هي هنا تختفي. زي ما قلت القصه كويسه جدا، بس في مشكله في دور دينا الشربيني. الدور بتاع دينا الشربيني هي ممثلاه، المشكله مش في التمثيل بتاع دينا الشربيني، المشكله الاكبر في الكتابه بتاعه الدور بتاع دينا الشربيني. المعطيات اللي ادوها لنا من شخصيه دينا الشربيني بتخلينا نتوقع ان هي تعمل مواقف او ردات فعل محدده على مواقف محدده. الموقف بتاع ان هي وافقت في الاخر خالص ان هي ترجع له ده ما دخلش دماغي ب 2 جنيه بصراحه. الموقف ده غريب جدا، وبصراحه النهايه بتاعه الفيلم بصفه عامه كانت هي اقل حاجه في الفيلم. الفيلم في كله القصه بتاعته كانت كويسه ومحبوكه بشكل كويس، ما فيهاش فجوات ما فيهاش مشاكل لحد النهايه حسيت ان هي اقل جزء في الفيلم. ما اقدرش اقول ان هي نهايه سيئه، ولكنها يعني اسوأ حاجه في الفيلم او اقل حاجه او اقل جزئيه في الفيلم. خلاص كده الفقرة بتاعت الحرق خلصت. نرجع بقى للفقرة الثالثة في الفيديو بتاعنا، وهي تقييم الممثلين. مبدئيا كده محمد ممدوح بالنسبة لي هو البطل الرئيسي للفيلم. أداؤه تحفة جدا ومختلف تماما عن كل الأدوار التانية اللي هو بيعملها، وبصراحة ياخد 9/10 مرتاح جدا، وزي ما قلت هو أفضل أداء في الفيلم من غير أي منازع. عمرو يوسف بقى بصراحة كنت حاسس إن هو كويس جدا في الدور، بس في ناس تقدر تدي أكتر في الدور ده وتقوم بالدور ده بشكل أفضل بكتير، بس هو كان كويس وحقق المطلوب منه بس ما أبدعش. أنا حاسس إن الدور ده شبه أدوار تانية، مع فرق طبعا الأعمال، والأعمال اللي هقولها دلوقتي ما تتقارنش مع العمل ده إن هما مسلسلات. زي مثلا شخصية راجنر في مسلسل فايكنجز. شخصية راجنر في مسلسل فايكنجز فيها نفس الصفات او صفات قريبة، ان هو الشخص اللي بيدبر وهو الشخص الاخ الاصغر وهو الشخص دايما اللي يقود المجموعة، وزي شخصية مايكل في مسلسل بريزون بريك زي ما قلت طبعا مع فرق الاعمال. فكنت حاسس ان الدور ده يجي منه احسن شوية من اداء عمرو يوسف. تقييمي لعمرو يوسف في الدور ده هو 8/10. مش تقييم وحش، انا ما قلتش ان هو ادى بشكل وحش، بس كان فيه احسن من كده. امينه خليل برضو دورها كان مختلف جدا وكان كويس جدا، وانا اول مره اشوف امينه خليل في الدور ده. وبصراحه في ناس بتقول ان هي ما طبعتش مع امينه خليل اول ما ظهرت وخدت وقت على ما تتعود عليها، بس انا بصراحه لا، انا طبعت عليها واقتنعت بتمثيلها جدا في الدور ده. تقييمي ليها هو 8.5/10. دينا الشربيني دورها ككتابه ما كانش افضل حاجه، بس تمثيلها كان كويس، بس حاسس برضو ان كان يطلع منه احسن من كده زيها زي عمرو يوسف. فتقييمي ليها هو 7.5/10. يسرا كان دورها كويس ومختلف عن اللي هي بتقدمه، فهتاخد 8/10. محمد جمعة برضو كان دوره كويس فهياخد 8/10. فيلم شقه هو فيلم كويس جدا للعيد، وفيلم اكشن كوميدي كويس جدا والكوميديا فيه كويسه. لو انت عايز تخرج خروجه كويسه وتتبسط مع صحابك، ففيلم شقه فيلم كويس جدا للخروج في العيد. تقييمي لفيلم شقه هو 7.5/10. لو كانت النهايه اتظبطت بشكل احسن من ده كان التقييم هيبقى اعلى. ونيجي للفقرة اللي قبل الأخيرة في الفيديو، وهي هل الفيلم مسروق؟ لا، الفيلم مش مسروق، ولكنه مقتبس من رواية أمير اللصوص اللي مقتبس منها فيلم تاني وهو فيلم ذا تاون، واللي بالمناسبة هو متشابه معاه في بعض الأجزاء ولكنه مش مسروق منه. ونيجي للفقرة الأخيرة في الفيديو، وهي فقرة أفلام مشابهة. أفلام مشابهة عربية لفيلم شقه هو فيلم ولاد رزق بأجزائه الاتنين، وأفلام متشابهة أجنبية من فيلم شقه هو فيلم ذا تاون.